على اعتقال شي اخوان شي من هادشي كامل. هاد المسرحيه كلها غير باش هو يوصل لكم، يحاولوا يغرسوا لكم ديك الفكره ان المغرب راه فيه يعني اجهزه زوينه واجهزه خايبه، وفيه ولاد الناس وفيه ولاد الحرام وفيه ولاد الحموشي وفيه ولاد ما نعرف شنو. يعني هادشي كامل باش يزرعوا لكم الفكره ديال ان آه ان هو المغرب راه المشكل ديالو ماشي هو النظام، ان المشكل ديالو هو اجهزه امنيه اللي كدير اللي بغات وفيها الفساد وكذا وكذا. وهذا الشيء غادي نوصلوا عليه منين غادي يوصل هنا في الاخير، عفوا الاخوان ديال الفيديو ماشي في الاخير. هنا غادي يبقى يشكر في الفرقه الوطنيه ويقول لك ظريفين الله عمر لهم الدار، وان هادوك اللي جابوه اللي غيدوه الفرقه الوطنيه في الاخير اللي تعداو عليه وضربوه من قبل، راه مازال غيحكي على هذه المساله. غادي يقول لهم باللي يقولوا له لا هادوك راه ماشي معانا ديال طنجه، باش يبقى يقول لك لا راه البوليس ديال طنجه خايبين، الفرقه الوطنيه الله يعمر ليها الدار. مشيت للقضاء، القاضي قال لي كذا وكذا وطلقني، فهمتي؟ قال لي صافي سير تنعيطوا لك ماشي مشكل وكذا. علاش؟ باش يبين لك على ان راه عندنا حنا المشكل في بعض مؤسسات القضائيه. ومن بعد في الاخير غادي يجي وغادي يقول لك باللي خصنا القضاء مستقل، الا ما كاينش القضاء مستقل ما كايناش الصحافه، حريه الصحافه ما كاينش ديمقراطيه، باش يزرعوا ويثبتوا لكم ديك الفكره الوهميه ديال ان المشكل راه كاين في بعض الناس فقط في الاجهزه الامنيه وكذا اللي خصنا نحاربوهم. المشكل راه ماشي في النظام. وانتم شوفوا راه يعني الفرقه الوطنيه تعاملت معايا مزيان، وقال لك جابوا ليه الدواء وعطوه الماكله وتهلاو فيه وتعاملوا معاه بالاداب، فهمتيني؟ في حين ان الشرطه ديال ديال المطار لربما رجعت من الفوق وديك الهضره الخاويه بحال زعما الحموشي تنتقم منه، فهمتيني؟ لان كان تنتقدهم الى اخره، ولا علي الهمه ولا كذا. راه ماشي يعني فهمتي ماشي النظام الملكي ولا الهيكله ديال النظام كلها فاسده من الفوق من الملك وانت نازل. لا لا، راه غير البوليس فهمتي هما اللي فيهم المشكل والحموشي وخصنا يعني راه انتو كاينين الناس مزيانين. يعني هذا هو الاساس من هذا الفيلم هذا كامل، باش كما قلت لكم من قبل. هذا ماشي ديالي ديال الاسبان، المهني كيبقى في اسبانيا ماشي هنا. اخوانا الفيديو راه فيه تقريبا 30 دقيقه، اللي جيت نبقى نتصنت ليه كامل انا قدامكم. شوفوا انا ما عندي مشكل، بغيت التليفون ديالي وقول لي انت في حاله اعتقال بغا التليفون، ما قالوا لي والو. قلت له التليفون ديالي غادي يبقى في الجيب ديالي ولا انا ماشي في حاله اعتقال؟ قال لي واش يجي معايا. طلعنا مشينا داني لواحد الساحه. شوفوا المطار المطار ديال طنجة معمر بالكاميرات. باللي داوني لواحد الساحه وغيخبيوني وغيضربوني ويخشيوني في الفارغونيت وكذا والى اخره، والمطار عامر كاميرات، ولكن داوني لواحد الساحه ما فيهاش يتخباو فيها، فهمتيني؟ يعني راه كان عصابات في النظام، وراه ماشي النظام كله فساد. هادشي هذه هي الفكره اللي كيبغيو يسوقوا لكم بطريقه غير مباشره، فهمتي؟ باش ما تبقاو تشوفوا راه الفساد راه البوليس ولاد الحرام راه كذا. ولكن النظام راه زوين، النظام في الملكي الله ودي راه خصو غير شويه ديال الصباغه وصافي، وراه احنا غتولي عندنا الديمقراطيه.